اهلا بيكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض المسقعه بطريقه سهله جدا جدا، هي مش صعبه خالص ومن غير زيت. اللي احنا بنحطهم دول على المسقعه دول حوالي معلقتين 3 زيت، حتى الازازه كانت فاضيه اهي زي ما انتم شايفين. خلاص. بحط عليها كمون وبابريكا وكزبره والملح ومكعب مرق وكل البهارات اللي انت عايزه تحطيها حطيها في الوقت ده. خلاص. وشوية من الفلفل الحامي اللي كانوا عندي، أنا بشتغل هنا بحاجات كانت موجودة عندي. ده كيلو ونص بتنجان وكيلو ونص عصير طماطم، يعني كيلو ونص طماطم عصرتهم في الخلاط وكيلو ونص بتنجان. وحطيت كل حاجة على بعضها، وبعد ما فضيت عصير الطماطم ولعت شغلت النار، وهنسيبهم يغلوا مع بعض وياخدوا يدوا مع بعضهم. هنا بقى اللي انا ببهر بيه وبيدي طعم حلو قوي معايا ده توم متحمر. ده توم. انا بحمر كميه كده وبشيلها في البرطمان زي ما انتم شايفين كده. بيكون ريحتها حلوه وجميله جدا جدا، تقدري تحتفظي بيها في ظرفة المطبخ ولا بيجرى لها اي حاجه، كانك لسه عاملاها لما بتحطيها. هنا حطيت معلقه كبيره زي ما شفتوا، دي معلقتين خل. وما تستغربوش للي انا بعمله، جربوا وبعد كده شوفوا الطريقه دي هتعجبكم ولا لا. بجد طلع طعمها حلو وخفيفه جدا جدا، وطعمها في منتهى الجمال، ولا تقلي ولا توجعي قلبك في القليه وفي الزيت والحاجات الغاليه دي. خلاص، هي كده خفيفه. انا ليه عملت الحله دي بالطريقه دي؟ لان لقيت البتنجان ده كنت قبلها بيوم قليت منه حته، لقيته بيشرب زيت بكميه رهيبه، حتى لو رشيت عليه ملح وركنتيه برضه عامل زي السفنج كده، مش عارفه ازاي. مفهوش بذر نهائي، مفهوش بذر. يعني هو حلو انه مفهوش بذر، انما بيسحب زيت بطريقه فظيعه. اللي انا فضيته ده بعد هي ما استوت خلاص وهطفي عليها، فضيت معلقه كبيره تاني من التوم المتحمر. معلقه كبيره تاني من التوم المتحمر. بتفرق جدا المعلقه الاخيره دي، بتخلي لك الريحه قويه جدا والطعم جميل جدا، وهاديه كده في اكلها، هتاكلي منها مش هتشبعي. ويا ريت تفتكري، انا نسيت احط لها رشه سكر قدامكم، بس حطيت بعدين. حط رشه بين صوابعك كده سكر على طرف المعلقه، عشان ايه؟ الصلصه بتاعتها كانت كتير. انا ليه مكتره الصلصه ومطريها شويه؟ عشان قصده كده، عشان عايزه اعمل جنبها رز. وفعلا كنت عامله رز في الحله على العين التانية، بس طبعا ما صورتوش. رز عادي اللي هو حبه وحبه، هوريهولكوا دلوقتي. خلاص كده انا خلصت، وبنغرب بقى عشان نحط، الولاد كانوا عايزين ياكلوا ويتغدوا. فكده خلاص خلصت الوجبة بتاعتنا، وجربوا بجد، طريقة سهلة وما فيهاش أي زيت وما فيهاش أي تعب. جميلة جدا جدا. اختار الطماطم تكون حمرا وحلوة. أنا أول شفشق عصير لو لاحظتوا هتلاقوا كان لونه أحمر، كنت حاطة فيه حباية فلفل رومي أحمر، من اللي هو الأحمر الكبير ده اللي هو المستورد. الفلفل الألوان بمعنى أصح، يعني كنت واخدة حباية ضربتها في الخلاط مع حباية مع كيلو ونص الطماطم. خلاص، خلت الصلصة لونها جميل وطعمها حلو وريحتها حلوة. الفلفل ده أنا بكون مفرزة. جربوا وإن شاء الله تتبسطوا بالوصفة. سهلة وبسيطة جدا جدا، ونشوفكم على خير فيديو جديد. وده الرز بتاعنا أهو زي ما انتم شايفين. متنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. باي باي.